أنا فقير وأبويا فقير وجدي فقير وولادي هيكونوا فقراء. أصل إحنا مكتوب علينا نعيش في دائرة الفقر. مين قالك إنك فاهم صح المفهوم ده؟ لا، ما أنا راضي بقضاء الله وقدره. هي جوزها بيضربها، أنت ليه موافقة إن تفضلي تتضربي؟ طب إيه اللي بتعمليه؟ لا، أصل ده قدر ربنا، في مكتوب عليا إن أنا أعمل كده. وتبدأ الثقافة دي تحولنا إلى نوع من العجز، وبعدين تبدأ تتحول لشيء أكتر. أنا مجبر لأن ده قدر ربنا فيا، فأنا مفيش في إيدي حاجة لأن أنا مجبر على هذا الفعل. فيطلع الحاد يقولك طالما مجبرين يبقى هنتحاسب ليه يوم القيامة. وبعدين الموضوع أكتر من كده، إن تكون النتيجة إن الثقافة دي لما تنتشر يبقى مجتمع عاجز، في حين ربنا مش عايزنا كده. وفي حين طب هي الثقافة دي ابتدت من إمتى؟ ابتدت من السياسة، من أيام الدولة الفاطمية لما كانت عايزة تسيطر، فتقول للناس أنتم مجبرين على أفعالكم، إحنا قضاء ربنا فيكم، مفيش في إيديكم أي حاجة. وبعدين اتحول المفهوم من السياسة فبقت ثقافة في كل حياتنا، فبقت كلمة إن شاء الله معناها إن أنا مش هعمل حاجة. وبقى أولادنا بيخافوا لما تقول لهم إن شاء الله، لأنها دليل على عدم الفعل، مفيش حاجة هتحصل. وبقت حتى طريقتنا في التفكير، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. طب وأنت؟ لا، وأخرجنا من بيد أيديهم سالمين، ماليش دعوة. طب ليه؟ أصل أنا حسب قدر ربنا. وبعدين لو جيت اعترضت يقولك أنت بتعترض على قدر ربنا، فتسكت. وبعدين انتشرت حتى للأمثلة الشعبية، من رضا بقليله عاش. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وانت ايش عرفك ايه اللي مكتوب على الجبين؟ عرفت منين مكتوب ايه على الجبين؟ بقت ثقافة واتوغلت.